تخيل كده معايا يا عزيزي لو احنا حبينا نكون فريق كورة. مدرب القرود يلا دخلهم واحد واحد بقى. هنطلع فوق برج القاهرة ونبص على الناس من فوق. تصدق انا شايف البحر من عندي هنا. هنشوف الناس صغيرين قوي عاملين زي النمل كده. هنشوف ناس بتتحرك، واحد ماشي على مهله، واحد مغمى عليه في الارض، واحد قاعد على كرسي بعجل. كل الكلام ده شايفينه من الدور ال30 فوق. عشان نشوف في واحد من هنا لازم يكون جد كينج كونج مرتين. احنا لو حبينا نختار فريق كورة هنختار الناس اللي شكلهم صحتهم كويسة. يعني ايه؟ يعني اكيد مش هنختار اللي مش قادر يتحرك او ماشي بعكاز، ده مش هيقدر يلعب كورة. انا عايز العب قلب هجوم يا حاج، انت اخرك قلب مفتوح. احنا هنختار الناس يا اما اللي ماشي بيجري بسرعة او اللي ماشي على مهله، لان ممكن يكون صحته كويسة. الولية دي عجوزة لكن صحتها كده. انما هل معنى كده ان اي حد بشوفه من فوق ماشي بالطريقة دي ده معناه ان هو كويس؟ ده اللي بيعمله تحليل السائل المنوي لما بيشوف الحيوانات المنوية تحت الميكروسكوب. بيشوفها صغيرة قوي بتتحرك، انما مش معنى كده ان صحة الحيوانات المنوية دي كويسة وهي قادرة على الإخصاب. انا عايز اعرف مين اللي قال الكلمه دي، عشان ده لو انتشرت في الناس ده مش حلو ولا ايه؟ عشان كده اللي بيتأخر في الإنجاب أكتر من سنة ونعمل له تحليل سائل منوي ونلاقيه كويس، هنا بنحتاج فحوصات أكتر عشان ندور على جودة الحيوانات المنوية، ودي بتبقى فحوصات أكثر تخصصا. انت تخصصك ايه؟ مش معنى السائل المنوي كويس إن جودة الحيوانات المنوية كويسة. يعني وقف الحال ده بسببك انت. كان معاكم دكتور مينا جميل، استشاري المسالك البولية والتناسلية والعضوية.